السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ رجعت لكم من جديد. ما عرفتش ناري برزطانيش. رجعت لكم البنات من جديد. كيف كتشوفوا البنات، اليوم الجمعه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما والاهل ديالكم. كاين شي كسكسو ولا والو؟ كي دوزتوا عيدكم؟ كيف كتشوفوا البنات؟ يلا كيف دخلت المحل دابا 3:30 دابا دخلت المحل. بالحكم ان ولدي كنجيبو معايا هاد السيمانه، جبتو معايا وكان ما كيخلينيش نخدم صراحه، كنبقى غير نتابعه. الحمد لله بعدا عندي واحد السيده هي اللي كتخدم ليا في الماكينه، يعني كنوجد لها كنفصل لها كنعطيها تخدم وانا كنبقى تابعه ولدي. كيف كتشوفوا البنات جيت اليوم، ما هي ما غاديش تجي، انا ما جبتش ولدي اليوم، خليته عند عدوسي صافي وجيت اليوم باش نخدم. انا ما نكذبش عليكم البنات، انا عندي واحد الحلم باغا نوصل ليه، يعني ما عنديش ربو، ما كنجلسش ابدا. كيخلى كيقول لي يا راجلي واش انت ما غتجلسيش، واش ما تجلسيش تاخدي غير نهار واحد؟ انا ما كنجلسش، ولكن ما كنجيش البنات في الصباح، يعني كنجي من ورا ديك الوحده ونص حتى ما كنمشي حتى للعشاء. يأذن العشاء هذا باش كنمشي. كيف كتشوفوا البنات قلت لكم انا عندي واحد الحلم خصني نوصل ليه باش مكان، يعني الا قدر الله بطبيعه الحال بقيت في الحياه منين ما هذا الله غالب. كيف كتشوفوا البنات دابا انا كاينه في المحل ديالي، واخا ان السيده اللي كتكون معايا ما كايناش، يعني عندها شي غرض هاد النهار، وهو اصلا الروبو ديالها الا بغات تاخدو اليوم الجمعه ما كنهضرش معانا كاع بتاتا على هذا النهار. كيف كتشوفوا انا جيت انا دابا انا اللي غنتكلف وانا اللي غنخدم. كنت البارح شبرت البنات هاد التويبات اللي كتشوفوهم، شبرتهم البارح في العشيه، شبرتهم حيت الناس كيف تشوفوا البنات، الناس راه ما كتخرجش مع الصباح، يعني حتى العشيه من ورا ديك 5:30 ساعه هذا باش كتخرج، يعني هذا باش كتكون صراحه الله الخدمه وكتخدمي مي دابا كما عارفه الحراره وداكشي ما كيكونش الخدمه. انا شبرت هاد التويبات هما باقيين في الطبله البارح، مع الحكم انا كان ولدي ما قدرش انني نطويهم ونستفهم، وحتى في الدفتر ما قطعتش الثوب ودرت كل حاجه فيها. كيف كتشوفوا اننا خصنا ملي نبغوا نشبروا الثوب نشبروا الخدمه خصنا نديروا الثوب. كيف كتشوفوا البنات الثواب خصنا نديروهم باش اننا من بحال هكا ما نتلفوش. كيف كتشوفوا ما نتلفوش، خصنا نديرو واش كيبان لكم ولا ما فهمتش. المهم هذا كيف كتشوفوا البنات انا ما خدمتش بحال هادو ما دايراش فيهم، هذا ما دايراش فيه، هذه ما دايراش فيها. كيف كتشوفوا البنات هادو ما دايراش فيهم، يعني خصني ندير فيهم نقطع شويه ديال الثوب وندير باش نعقل على الثوب ديالنا. كيف كتشوفوا ما شنو هذه طاحت ليا. كيف كتشوفوا الا ما درتش البنات ما قطعتش الثوب بحال مثلا هذا، مثلا البنات هادي خصني نقطعها وخصني نخدمها بالسكوتش في الدفتر حدا العبار ديال الكليانه. الا ما درتش هكا ما كنبقاش عاقله، لان الثواب كيدخلوا عندي بزاف، ما كنبقاش عاقله على هاد العبار ديال من وهاد العبار ديال هذه. دابا هي طاحت ليا لانني البارح كي قلت لكم البنات ما كان ولدي، كذبش عليكم، ولدي ما خلانيش نخدم ابدا، لهذا غادي نضطر انني نشوف هذا ديال الثمن. يا البنات يا البنات حراره الله يلطف بينا. نجي نجلس في الكريسي ديالي باش نهضر معكم. كيف كتشوفوا البنات يعني انا من النوع اللي ما كناخذش ربو ابدا، ما كناخذش ربو كاع بتاتا، كنبقى نخدم. يعني ما الناس كتشد ربو نهار الجمعه مي انا ما كنشدوش، يعني انا البنات يلا حليت هذا المحل ويلا بديت في الحلم ديالي. يعني خصكي تعبي بزاف وماشي سهله البنات، راه ماشي سهله والله البنات ما سهله، وخصوصا انا عندي 2 وليدات والولد صغير بزاف يعني باقي تربيه. كنت مخليه عند واحد السيده، واحد السيده ما صراحه ما ارتحتش له، حتى ولدي ما بقاش بغى يمشي لي عندها، لهذا صافي خصني نولي نشدو سيمانه انا وباه سيمانه، يعني انا ناخذ سيمانه حتى يجلس باه حيت كيكون خدام ليكيب، سيمانه كيكون خدام العشيه وسيمانه كيخدم غير الصباح، يعني العشيه عنده خاوي يعني نخليه ليه. هادشي اللي كاين البنات، لان هاد الدومين ديال الخياطه البنات، هاد الدومين ديال الخياطه خاصك تعبي فيه الا بغيتي تعطي، وما خاصكيش تقولي انني انا تعبت، وما خاصكيش تقولي انني انا ما قادراش، وما خاصكيش تقولي انني انا ما غنمشيش اليوم، لان لا
لا ما يمكنش لك، خاصك تمشي تخدمي. خصوصا انا البنات انا دايره البيع والشراء ودايره الخياطه في نفس الوقت. خاصك تمشي تقولي بسم الله وتوكلي على الله تحلي. وانا مازال ما حطيتش بنت، يعني مازال ما دايرش شي بنت اللي غتخدم ليا في الصباح يعني تبقى حاله ليا وتخدم معايا. يعني عندي غير السيده اللي كتجي كتخدم ليا الماكينه صافي. لانني انا كتكون عندي الفصاله، كيكون عندي التبرام، كيكون عندي التقديه، كيكون عندي شحال حاجه. ما يمكنش ليا نوفق ما بين في المحل وما بين برا. وبالحكم انني عندي وليدات صغار يعني ما يمكنش ليا. يعني علاش كنقول لكم البنات بالنسبه اللي باغي يدير هذا المشروع خاصو يفكر. انا شوفي والله العظيم البنات انا كنت كنخدم في الدار. يعني كلكم كتعرفوا ترجعوا حتى الفيديوهات القدام تشوفوا انني كنت كنخدم في الدار، وكانوا كيجوا عندي البنات كنت كنعلمهم في داري وكل شيء. وكنت الحمد لله كنت كنخدم حتى الجمله في داري. الراندا كنت كنخدمها جمله، كنت كنجيب الكونتيتي في الدار وكنت كنفرقها. يجوا عندي العيالات حتى لباب الدار كيدو خدماتهم وكيمشيو كيجيو كيدو خدمه. ما كانوش كيحكوا الراسهم صراحه، باقا حتى معايا حتى لدابا كيخدموا معايا، لانني انا باقا دابا كنشبر خدمه من هاد الناس اللي كنت كنخدم. واخا عندي المحل كنت كنشبر الخدمه كيف قلت لكم البنات، ولكن متعبه بزاف. قلت لكم اللي بغات تفتح المحل وعندها الوليدات الصغار فانا شوفوا المهم انا كل واحد وكيهضر على راسو. المهم انا شخصيا صعيبه بزاف، صعيبه. خصوصا اللي ما كاينش اللي غيشد لك الوليدات الصغار. انا كنهضر لك على التربيه اللي ما غتجلسش لك في المحل. انا ولدي اللي عنده 6 سنين كيجلس ليا في المحل. شي انا فوا نعطيه غير التليفون غيجلس ما غيتململش. ولكن اللي عنده عامين ونص كي غديري ليه تشدي وتشبريه يجلس في المحل وانتي تنوضي تخدمي الماكينه وانتي تفصلي. ما يمكنش انت يلاه تشبري العبار تبداي تفصلي وغيخرج لك. وانتم كتعرفوا انني انا حدا الفراشه، حدا السوق، حدا القيصريه، حدا داير بيا كلشي. كيدوزوا الماطر كيدوزوا الطوموبيلات، يعني ما يمكنش. انا هذا اللي غادي نبغي ننصح اي بنت باغا تبدا مشروع وباغا تحلو عندها الوليدات الصغار. فانا كنقول لها خدمي من الدار، ديري كليان من الدار، تبازي من الدار، صبري شويه حتى يكبروا وليداتك. الشي غير الصغير فيهم كاع يدير لك غير 6 سنين راه مزيان، ما يبقاش لك غير التربيه. لان التربيه صعيبه باش كتحكمي فيها البنات، صعيبه بزاف. وكتخصك تخدمي في الدار وتبقاي. والله هي البنات ما نكذبش عليكم راه كتصاحبوا ان الدومين يعني سهل حتى شي حاجه ما سهله. شو سبحان الله كتكوني غير كتجمعي في الفلوس صعيبه، وكتكوني تخدمي صعيبه، كتخدمي بها صعيبه، اي حاجه كدوري صعيب. خصوصا انا بعض اللحظات كتجيك واحد الكآبه، كتجيك واحد كيتهبط لك النفسيه. مثلا انا غير فاش خونوا لي جلاله براه هبطات لي واحد النفسيه ديالتي بزاف تحت الصفر. يعني تنقول شوفي الدوليه غير شي حاجه اللي بينت لي المحل هي اللي هزوها ليا. الله ياخذ فيهم الحق. اليوم الجماعه كي قلت لكم البنات حاولوا انكم صراحه الدومين ديال الخياطه زوين بزاف والحمد لله فيه رزيق. واخا كنت انني انا باديه البنات بالقليل، يعني كنخيط بشي حاجه قليله، ماشي كنخيط دوك الاثمنه اللي نتوما كتسمعوا في القنوات على 1000 والفوق. نونو انا ما كنخيطش بداك الثمن، لانني باقي يلاه باديه انا على قد يلاه كن باديه كيقالوا خصك باش تشد الكليان بشويه يلاه كتاخدي غير رجلي البات خفافين يلاه فهمتي. مازال ما تديريش شي حاجه رفيعه اللي غتوصلي بها حتى 1000 درهم. وعلى حسب ثاني البنات الوضع ديالك فين كتسكني، يعني فين كتسكني، واش دايرين بك الناس اللي غيقدروا يعطوك واحد الثمن ولا دايرين بك غير الناس اللي عاديين. كيف قلت لكم البنات ان الانسان يفكر. واهم حاجه البنات الخدمه ديال الدار. خدمي في دارك، تعلمي في دارك، جلسي مع وليداتك حتى يكبروا. انا تعلمت في داري وخدمت في داري، تعلمت وخدمت في دارتي، وكنت حامله وكنت كنتعلم. هذاك الوقت اللي كتكون الانسانه حامله وتتبغي غير ترتاح، انا كنت حامله وكنت كنشقى شقايه في ديك الوقيته ديال من 3 مع الحموليه. كتعرفوا البنات ما كيجيكش النعاس، ومن ديك 3 حتى ديك 6 بديت نوضي ديري كسكروت. كنت كنشد برا فيها خيط ونتعلم صافي. تتبليت برا عندها وتنبات صافي تدخل ليا في العظم. اما الخياطه وداكشي انا كنت معلمه ديجا صافي. ايوا توكلنا على الله. ولكن من احسن البنات تعلموا في ديوركم. والله العظيم نصيحه مني لكم، تعلموا في ديوركم وخدموا في ديوركم. خدموا في ديور. الدار هي الاساس ديال المراه. واي رزيق خدمتي بيه اخبعيه.
انت راجلك راه ما غيكونش محتاجك انت لهذيك 1000 ريال ولا هذيك 100 درهم، يعني انت باغا تمشي غير مثلا غير تضيعي وقتك في الدار، يعني مليتي باغا تعمري وقتك، كنقولوا هاد الكلمه. صافي سيري عند العيالات، المهم حتى تكوني ترودي. انا مثلا البنات انا كيجيو عندي شحال تاع البنات كنعلمهم الرانطه، كنعلمهم وتيخدموا معايا، ما تنخلصهمش، ما نكذبش عليكم، ما كنعطيهمش الخلاص حتى كنشوفهم انهم تعلموا ويقدروا انهم يخدموا بالاسمنه باش كندير لهم الثمن ديالهم بحالهم بحال الناس اللي كيخدموا. مي انا بلي كتجي شي وحده وكنعلمها ما كنخلصهاش، ما نكذبش عليكم، كتجي عندي هنا المحل تنعطيها الخدمه كتخدم. بعد الخطرات كنعطي اول حاجه كنعطيها التوب وكنعطيها ليبره تتعلم في التوابل. انني كيكونوا عندي الطريفات كنعلمها، كتمشي لدارها كتروده، كتجي كنعطيها الجلابه الاولى، الجلابه الثانيه، الجلابه الثالثه، حتى كنشوفها انها تبازات مزيان على واحد الخدمه، لانه ما يمكنش انها تجي تخدم كلشي في دقه واحده. يعني تقدر تخدم لك غير سلسه ولا غورميطه ولا ثلاثيه، فهمتي، شي حاجه رقيقه. مي داكشي الكبير ما يمكنش لها يعني داكشي درجه حتى كي الانسان تيتعلم. كي قلت لكم البنات الوليدات الصغار هما اللي كيطيحوا الوليدات الصغار بزاف، يعني من الاحسن انك ما تنوضيش وتحلي المحل بالوليدات الصغار. ما نكذبش عليكم، انا كيكرفسوني بهذا المعنى، كيكرفسوني يعني انا يلاه باديه ما عنديش مثلا البنت اللي غادي تكون معايا تحل المحل من الصبح حتى العشيه. يعني عندي السيده اللي كتجي غير كتخدم معايا غير كتعاونني، يعني ما كتجيش في الصباح، كتجي غير في العشيه. يعني ما يمكنش انك خصك طيبي الغدا وخصك تبدلي لولادك وخصك دير المدرسه ولا خرج تجيبيه معاك. الاخر ما يمكنش ليا البنات نعطي حتى شي وحده، لان كيف كتشوفوا هاد العجب اللي ولا كنشوفوه في المواقع التواصل يعني كيخلع. ما يمكنش ليا انا ولدي نعطي لاي وحده تضربوا ليا وتكرسوا ليا ولا دير ليا شي حاجه. يعني كنضطر انني نجيبو بلي كنجيبو. والله يا بنيتي، والله يا البنات حتى كنبقى كنشطح معاه، كنبقى نتبعو هكا ونتبعو هكا ونتبعو هكا. انا المهم البنات انا كنقول لكم داكشي، انا كان بحال كنعاود لخواتاتي. راه هادشي البنات علاش انا ما كنصورش. مرة ما شاء الله اللي جيت نصور لكم هذاكشي اللي كنخدم، الكساوي اللي كنخدم ولا الجليلبات اللي كنخدم ولا القفيطنات اللي كنخدم، راه تقولوا لي ما شاء الله. ولكن راه كيكون معايا ولدي دابا راه بلي ما كاينش عاده باش جلست كنصور. كل نهار تنقول غنصور لوح فيديو، غنصور لوح فيديو، كاين ما كيخلينيش. يعني مازال السيمانه نقدر نلوح ثاني شي فيديو اخر، حيت لان هاد السيمانه ما غاديش نجيبو صراحه. سالات السيمانه ديالتي دابا بقى غير غدا صافي. هادشي اللي كاين البنات، ونتمنى انني نكون خفيفه وظريفه. ومازال اكيد يجوا شي فيديوهات اخرين محفزين، يعني نحفزكم شويه انكم تنوضوا تحركوا شويه. الخدمه والله الا ماشي عيب، والخدمه زوينه بالنسبه للمراه، تهتمي حتى براسك بالشكل ديالك، كتولي تلبسي، كتولي تعطري، كتولي تقدي راسك، ماشي كتبقاي غير في الدار صافي تنوضي الكوزينه تشقاي ترجعي تنسي تنوضي الكوزينه تشقاي. الا بغيتي تمشي تخرجي عاد باش ديري عليك جلابه، لا حتى الخدمه وانك تكوني خارجه وداكشي كتخليك رانقه حتى في حالتك. واقيلا ساليت. المهم خصني نوض دابا نخدم، عندي شي خدمه خصني نوض نخدمها الماكينه، لان عندي شي قفطان خصني نصايبهم مونطيهم وندفعهم ولا طرانده باش تقادهم ليا. وصلت للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى انكم اللي وصل معايا حتى لهاد اللقطه كنتمنى انه يدير لي جيم، ومرحبا بكم والسلام عليكم.